الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أم جاشنا في قوتي الباب الرابع درجه شالي. أجر تبي درجه يعني فكيفا تودي تشبه بدخني قوتي في شروط الصلاة در بالي مرج نفيجه وأركانها الوطا ركنة نفيجه وأدلة ذلك ودليل هذا كشفونا جديد البحث كتن وحكم تاريخها هر وصا حكم ويكسي نفيجانا كت كاتشيه وفيه مسائل وچند مسألة چند بابتك تدهي. المسألة الأولى بابت ايكي في عدد الصلوات المكتوبة ده دربالي چه بيتن؟ دربالي هجمارا نفيجن فرس نفيجت فرس چندن؟ ودي عدد الصلوات المكتوبة 5 هجمارا نفيجت فرس بينجن، وهي أوجي أفنا الفجر سبيدا، والظهر نيفرو، والعصر عيش إيفالي، والمغرب هروسا مغرب، والعشاء وهروسا عيشة. ايش فرقنا بين عشاء وعشاء دهيا؟ أجر موتي عشاء يعني نفيجا وقت عيشة، أما عشاء يعني خارنا إيفاليا يا مغرب. وهي مجمع عليها وأفن فيجتاني كوبينجن إجماع بصرمان خري يالسل هي. وقد دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا، الدليل فيجتيا حديث طلحة بن عبيد الله كو شركي عربا قال قوتي يا رسول الله، أي قصد خده، ماذا فرض علي من الصلاة؟ قلت أو چن فيجن سر من هاتي نفرس كرن؟ قال 5 صلوات، قلت بينش نفيجن في اليوم والليلة شفك روجك هذا الحديث، يعني حديث تمامتي أخويا حي. قلت وحديث أنس رضي الله عنه هرصد دليل في مسألة هنا حديث أنسية خد جرازي بيتن في قصة الرجل من أهل البادية، أو حديثكو بحث سرهاتية وظلامت يتنش أهل دشته خلقي دشته. وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم وقت أو ظلام يقول يا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم صدقت، آنجي صدقه. قلت پیغمبری قلت قاصد تا یا قلت ما وقتیات دشتل دفمه قلت ما بدوی ام شب روز که دا 5 نویجا بکن. پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام قلت بله راستا قلتی وصايا. الحديث يعني حديث تمامتي خياهي. المسألة الثانية بابت دوي على من تجب، يعني باشا وقت مظاني نوش بينج، هل بينج نوش سر كي فرصا واجبا؟ قلت تجب واجبا على المسلم أو الجار بيت فيها بصرمان بيت شرط إيكيا. وتي البالغي يبالغ بيت، أما هشتا وقت بالغنا بيت سر واجبنين بله مروف دي أمر وانا كتن دي بشتي بكن بس كان نكر ندقونه كارم. العاقلي أرصا بيت فيها شو بيت يعاقل بيت، أما أو كسي دين سرنين. غير الحائض والنفساء، يعني نفش فرصن سر بصرمانه بالغه بعاقل جبلي ويجنا بعاق بصرمانه بالغ عاقل او كنت كبيتت بين وجهيادا ات وقت بين وجهيادا راست الجنة بصرمانه يا بالغه ويا بعاقل اجي، بس حالته يجدايا نفش سر واجبنين من حالتي بلكي سر حرام بجدن. والنفساء او جنكات كبيتت شلكادا اوجي سر واجبنين. ويؤمر بها الصبي هر وصا دي فرمان البچيكي جي اتكرن إذا بلغ 7 سنين أجر جهشت 7 صالية دي بجن نفجها بكا. ويضرب عليها ل10 وأجر عمره يبو 10 صال ونكرن دي اتا قطانك تأديبي بو پروردگرن بو هند دا فير بيتن دا بزانيتن لحديث رفع القلم عن 3 شبروي حديثات بجيتن قلم السركس سي كساي هاتي راكرن انكو قلم وانا بلنده
چه تشتكي بكان ناية نفيسين. فذكر منها وجش وان السيكسا ايكش وان كيشكا قوتي قلمي هاتي راكرن وعن الصبي السلب تشيكي حتى يحتلم حتى بالغ بيت يحتلم اشتهاتيا يش حلم هاتا يعني حتى ولا بيتن كو خونا ببينتنو ويعني كفيدة جنابات دا بالغ ببيتن قلت ولقوله صلى الله عليه وسلم أجبر قلتنا في غنبري عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع قلت أجر عيالها وبين حفصالي أمري وانا بكم نفجي واضربوهم عليها ل10 وأجر بين 10 صالو هشتا كان بقطن قطانا تأديبي وفرقوا بينهم في المضاجع هر وصا وقت بنا 10 صال هند جهت وانجي جي جدا كان يعني چهنا بيتن كراكو كچك اتناف اي اتبن اي بطاني وبن هر وصا چهنا بيتن يعني خشك وبران خشك وبرا چهنا بيتن وبرا وبراجي ناچه بيت بن اي بطاني وبن ده هميا جي جدا كان وقت بنا 10 صالي. قلت المسألة الثالثة مسألة وانجي بابات السير في شروطها دربالي مرجن نفيجي شرط ما هي وما هيش ركن. شو فرقنا بين الشرط وركن ده هي؟ شرط او تشتن افيج درفي نفيجي اش درفي نفيجي كون نفيج بيوانا چينا بيتن مرجن بودرستاهيا نفيجي بودرستاهيا نفيجي وركن چنا او تشتن افيج ناف نفيجي دا كون نفيج شوان تشتا بيتتن و بيوانا چينا بيتن اگر ما قول شرط يعني نت نفيجي دا بريد الله اكبر ايكيا و يعني بديت الله أكبر أيكي أما ركن ناش الله أكبر أيكي دست بيت كدن حتى الصلاة وملا يدوينا بين دحي ركن أول ودي وشروطها 9 شرط النفجنة يا أيكي الإسلام بدويا بصرمان بيت فلا تصح من كافر كافر بين نفج ديال ما بكتن بلا بكت جيب الجناية قبل كم لبطلان عمله چونكي عمل كافر خري بطالة چه جناية قبل كم حتى شهدان أدتن يا دويا العقل بدويا بعقل بيتن حتى نفيج ايك الشرطة نفيجي أبايا نفيجا درس ناكي بعقل بيت فلا تصح من مجنون هكذا يدين بيت ونفيجي بكتن نفيجا هنا يدرسته لعدم تكليفه چونك أبناء مكلفة هم أصلا كون نفيجي بكتن يا سي البلوغ يعني بالغي چكت چكر بدويت بالغ بن حتى نفيجا هنا درس بيتن أنجم بجين سر واجب بيتن قلت فلا تجب على الصبي حتى يبلغ سر بجيه واجبين حتى بلغ بيت ولكن يؤمر بها ل7 ويضرب عليها ل10 لأمر إذا كان حفصالي و10 صالي ديتا قطانا كان مكر لحديث مروا أولادكم بالصلاة ل7 شبر حديث بوري أو قوتي أمر عيال خب كان ابن فيجي وقت ابن حفصالي يوشاري الطهارة من الحدثين مع القدرة قلت بدوية مروف اش حدثينا يباقش بيت حدثين يعني هردو حدثا حدثا بچيك وحدثا مزن حدثا بچيك كيشكا بدس نفيجي وحدثا مزن كيشكا جنابته بدوية حتى نفيجتا درس بيت تش حدثا بچيك جي باقش به يعني تناي بدس نفيج به وتش حدثا مزن جي باقش به يعني تناي بجنابت جي به مع القدرة بس الديف شيانا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر شبه قلنا في غنبري عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله كوري عمر ده قلت لا يقبل الله صلاة بغير طهور خود تعالى چه نویجا قبیل نکد بیدست نویج آنجی بی پاقجی بجا اکدی پاقش نبیتن یا بنمونه بیدست نویجا آنجی بجنبته و بو چه قلت مع القدرة الديف شيانا چونكي چه بيتن حالتك هبيتن اف کسی هنه خوش به دست نویجی خلاص نکد بو نمونه نشیدن یعنی جی کسی که ام بجین سلس البول یا هی سلس البول او کسی نوید بردوام چه بکید میزه جدن دو چیدن دست نویجا خاشود و ده اید ده جین دو چی شوته و ده اید ده جین بردوام یهو سایه فمرو به اوسا شیان نین گو خوش به چنده پاقش بکتن
ام ده چه بيجني حكم شرعي بيجني وقت بانك هاتا دان پشتی بانک ده دست نویشوی و جاده ای نویشه که بلا بهنشي نقطة بنجي شروط النويجة قد دخول الوقت للصلاة المؤقتة يعني بدفيا او نويجا كو وقتوي هاد بيتن ببيتن پاشتو بكينا كو بري وقتوي اگر تا بري وقتوي كر لينينا و جرى جابته ده بسيار كرنجي مثلا يدي بيش من نويش كر من خلاص كرش نيم ساعتي للبوين ده چه بكم ده چه كي ده كيفا نويجتا لينينا چونكي وقتوي نهاتي لقوله تعالى جبل قلنا قول تعالى قلت إن الصلاة تأكيد هنديك نفيجة كانت على المؤمنين السر إيمان دارا چتشتا كتابا فرزا كچوية موقوتا فرزا كخدان وقت ديار كري بهات يدانان ولحديث جبريل أجبر حديث جبريل جي حين أما النبي صلى الله عليه وسلم وقت جبريل النفيج البرا پیغمبری كري عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس هر بنش نفيج البرا پیغمبری كرن عليه الصلاة والسلام نشادا وقت دوانا بوديار كرن ثم قال فاشي قوتا پیغمبری عليه الصلاة والسلام قوتا ما بين هذين الوقتين وقت قوتا نافبرا وان هر دو وقتا دا وقتا يعني نویج نیفرو دست پیک وقتی به هات نویج البرا پیغمبر کر علیه الصلاة والسلام روجا بدیف دا وقت دماهی که وقت نیفرو هاته هنگی هات وقت بیتا دماهی که وقت نیفرو هنده ده نویج نیفرو چید هنگی هات نویج نیفرو البرا کر و گوتید ناف برا وان هر دو وقتا دا وقت نیفرویه و یا ایوارج روجا ایکل دست پیک وقت هات و روجا دوی دماهی که وقت هات اوصل گوتید ناف برا وانه دا وقت نویجه فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها چنابید نویج بیتا کرن بری وقت به ولا بعد خروجه چنابید پشتی چی تنجید نویج بکی الا لعذر الا ایک عذر که بیتن شبیر کر بیتن آنجی مثلا ده جمع کتن هذا جدایه يشش ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة قوتي تدي عورت خوا تدي ستر كي ودي وشيري مع القدرة ديف بتشبينا خوا ديف شيانت خوا دي وشير بشيء بتشتكي لا يصف البشرة افتشتهاني وصانا بيتن جرمتا لشتا جلدتا جبندا ديار بكاتن يعني افتشتهاني طانك نبيتن كنت جبند وديار بكي قلت لقوله تعالى جبل قلت ناخذ تعالى يا بني آدم جلي نبيت آدمي عيال آدمي خذوا زينتكم هين جواني خو ورد بگرن جلكت خو تازاو ركوبت جنبر خو عند كل مسجد الهمي مزگفته آنجي وقت هر نویجه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار خد تعالى نویجه چه حائضة قبیل ناکتن طبعا حائض او جنه یاد به نویجه ده ما اکد به نویجه ده بیده چه نویجه کتن بس ویلی مقصد بحائض کش که او که چه او گشتی عمره که وجا حیضات بینیدن که بیدد به نویجه ده اف که چه حوصا وقتی که گشت عمره که کود که بیدد به نویجه ده یعنی نویج ایدی سر فرزن ایدی وقتی او نویجه کتن پاقجی خدا خودش قبیل ناکد الا خیمار البر بیتن کو در سوکاوه السریوه بیتن و جلکیوه نویج البر بیتن جلکیوه نویج البر بیتن سحكي الفيلم ده بوتا عورات ظلامة ديار كده عورات ظلامة بس بالي بشين عورات ظلامة سحكي قلت تستر العورة مع القدرة بوش الفيلم قلت مع القدرة الديف شيان وديف بيتشي بين چونكي اگر تا بيتشي نبي چه بيت حالات هي تا بيتشي نبيتم بونمونه كسا كسجن كريت غرفة كده وافي كسي هنه جلكت ويش بالكري وأف مروفه يعني وقتی نویجی هات بدویه نویجی بکت چرا اینا چه؟ ایلا بکت با جلک دیده خاص جلکا کت آنه که تشیلوی ده بید تخاور کتن بس اگر چه نبید او جلک جی ندانوه ده بی جلک کت ده بی جلک نویجی کت يعني قوتي مع القدرة أشبه حالات توصل هندي الشيان هابيت رأيك يبشته بدوية جلك بكه ده جلكك كي كو كيري باتشنيتن قلت أها أفايا
وعورة الرجل البالغ عورة الظلام بالغ كشكة ما بين السرة والركبة اتناف بلا ناف كده والركبة وچوكي ده يعني شناف كي حتى چوكي بدفية بدا بچنت لقوله صلى الله عليه وسلم أبا عورة الظلامية ناچه بید بدا ديار كرم پیغمبر عليه الصلاة والسلام جارا که چو جور وسح كرم صحابي كبيرة بيت قودنا جرهد جرهد رانوي كشف بي يديار بي هنا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قوته غطي فخذك يا جرهد قوته أي جرهد رانيق بچنه فإن الفخذ عورة چونكي ران عورته بچنه شنا بيتن شنا بي ظلام ببين وجا چه طابانه كده که شورته كده برخوا يانجي هم هوالن وگاوه بشورتا درد کون ها بینا یعنی چوکه دوان از سردا یا ریشه یا دیاره اوه سستایی چنا بیتون وچنده دا بیتا کرن عورته حرام بیتا در خستن لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر جبر قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو جابري رضي الله عنه قلت إذا صليت في ثوب واحد اگر تنوشت کرد ایک جریدا جلکه کل برتا فإن كان واسعا اگر جلکته برفره بیتن فالتحف به يعني تخورك وإن كان ضيقا وأجر يطنج بيتن فاتزر به بخبك إيزار إيزار قد بنيش جلكي أو كشنافكي حتى چوكات بچنيتن بجن إيزار ودائما جلكي عرب هنگيش دو قد بيتات قد كد قدن إيزار أو شنافكي حتى چوكات بچند يديد قدن رداء كو بسر ملت خوارتير و قدا سر بچن وجا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتا جابری اگر یه برفره بی تمات خاور که دا سرشی بچنیتن و دا بیایتا چوکاجی اما اگر یه طنگه نه ودن که هماش نافکی حتی چوکا بسه نویجتا دیا درست بیتن گوتی والاولا بس حكي والاولا والافضل ويا هجيتر ويا باشتر أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب يعني السر ملتويجي تشتكش جلكيها بيتا چونك پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام قلتي لا يصلين أحدكم في ثوب أنجي وليس على عاتقه منه شيء بلا كش هوا نويجي نكتن وچل سر ملتوي نبيتن جلكي فجاء أول فيديو ديار بيتا وكسي فوالين حلقات كان نويجا بطيبة اسبيدايا وقت كل مال كان أفا يا خلطة مكروهة يا باش ناك حتى تحجر عمره ده وقت يكو اتشن بو اتاكرنا ما نسكت حج وعمره وقت مرو في إحرام كته دي ملخة دار إخيت إحرام تشاوتين ملكة دي دار إخا ودي طواف خي بس وقت بيتا وقتين ريجي أو مل بدفيتو بچنه فاش بكي هاش بكي بوش چونكي داملته كشف نبيد نفيجته قلت نهى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل پیغمبر عليه الصلاة والسلام نهي وظلامي كري أن يصلي في الثوب نفيجت جلكيكي دابكة ليس على عاتقه منه شيء چل سرملت بنبيدا والمرأة بس باجن بعورة جنكي كيشكا قلت كلها عورة هما جن همي عورته إلا وجهها جبل الريوه وكفيها وهردو دستتوه هردو كف دستي قوتي إلا إذا صلت أمام الأجانب قوتي جبليوه اگر اف جناهن البرا هند انجيل بيش هند مروفت بياني نفيجب كتن أي غير المحارم هند محرم دوينة بن هذا الوير محرم دوينة قلت فإنها تغطي كل شيء قلت هنجي أو ده همي تشتبه جنيد ريخ خجي ودست خجي لقوله صلى الله عليه وسلم جبل قدام پیغمبر عليه الصلاة والسلام المرأة عورة جنشية عورته بدفيا بيتا بجانتن وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار بدفيا جن خمار بكاته وقت نفيجت كاتن جل كي خوي نفيجه يا حفته اجتناب النجاسة في بدنه بدفيا خب بارزيتن أفا شرطي نفيجه ساكي فان شرطي تاني هميا چشوانت نویجه دهنه؟ نه بری نویجه نمانه بری نویجه هشتا تو نچوان نویجه دا پدویه تو خواب پارزه لشته چه پیساتی پیوانه بیدن و ثوبه جلکه تجی
او تو نویج بکی پیساتی پیوانه بیتن و بقعته اي مكان صلاته او جهته دي نويج لكي او عرض نويج لكي ويرجي بيساتي بيفانا بيتن مع القدرة جارك بحثي شكر ديف شيانه ديف بيشبينه ديف بيشبينه اما حالتك هبي جلكته بيسا وحروصا جهته دي نويج لكي بيسا و چه جهت دينن سجنه كيفا جهه كي زافت كريفا اف كسي هنه و حالته هده چكت نویج خودی و ساکت باشه اگر نشیه چه جل بید چه لشیو بیتن چه او جهه نویج دید کد بس هندی بشیتن و شیان هبن بدویه پاقش بیتن لقوله تعالى وثيابك فطهر وتجل كت خو پاقش بك وقوله صلى الله عليه وسلم وتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام تنزه عن البول يعني هين خب بارزن اشتبكت ميزه فإن عامة عذاب القبر منه چونكي بارا پتر عذاب قبري سرا چبكت ميزه وقتی که انسان خاجه نپارزید و سستاهی دادت کرد ولقوله صلى الله عليه وسلم وجبر قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لأسماء وقت قلت يا أسماء في دم الحيض در باره خوينا بنفجهية يصيب الثوب وقت من تبجل كيفا پیغمبری چه گوته؟ گوته تحته یعنی ده پرخینی ثم تقرصه بالماء پاشی بنینو کت خو ده آوت ناف دا بیخار ده آوله که بنینو کت خو ده گوشی ثم تنضحه پاش ده آوله رشینی ثم تصلي فيه پاشی نویج ده تدا کی سحکه نه لهما نویج بکتن او خوینا به نویج های بیوه بلکه گوته بدویه پاقش بیتن ولقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقت پیغمبر عليه الصلاة والسلام گوته حوالت خو وقد بال الأعرابي في المسجد وكوچر عربا یا مستیت مزگفته و پیغمبر چه گوته حوالت خو گوته أريقوا على بوله يعني برجنا سر جه ميزاوي سجلا من ماء انكو دولكه که آوه سطلك آوه گوته برجنا سر چه سر جهه میزاوی گود یا هشته آنکو اوه معنای چیه؟ جهه نویجه جی پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام نهی لواسم من تاوه پیس گوته پاقش کن یا هشته استقبال القبلة مع القدرة شرطة بدوية بو نویجه تباری خب دا قبله بس ديف الشيان آيات الشيان هبن بدوية تباری خب ده لقوله تعالى جبال قلنا خل تعالى فولي وجهك يعني تريخ وذكرة برخي كيف شطر برخي المسجد الحرام مزيافة حرام ولحديث أجبر حديثا إذا قمت إلى الصلاة أجر ترابو دان فيجي بكي فأسبغ الوضوء يعني دست نویجه خوب باش بشو همي اندام دست نویجه آوه باش بگهینه ثم استقبل القبلة باش چه گوته پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوته او کسی نویجه خواه در جوان ند کرد گوته پاشی بره خوب دا قبله آنکا و شرطه که بدویتو بره خوب دا قبله یا نه و یا اخیره گوته النیه شرطه که شرط النویجه تو انیتا خوابینه إلا أن الدلت ذهبت نقود بدأ بيجا الدلت ذهبت كو فعلا أفا أولا نفيجة تديكي وبزانا كيش نفيجة أفا يا شرطة واجبة بيفي نفيج تشينابت ولا تسقط بحال وبتشرنغا أمنا بيجين تشدبيت انت نفيج بكي بأنيات تشرقنا تني چونكي چه مانعنين تو يتشوابه تو شيء أن يدخل سرد ليخو حاضر بك لو ما بأن ينفشنا درسته لحديث عمر أجبر حديث عمري إنما الأعمال بالنيات هنديك عملا همي دل دفوه أن يتأينا هجمارتن بودا أو تد ليخو دا حاضر كره أن يتتشبيه هل دفوه ومحلها القلب وجهه أن يتدله وحقيقتها العزم على الشيء وأن يتبخد شيء الدليل خدا تبريار السرتشك بدي وفعلا تدفع تشتهاني أفيا ولا يشرع التلفظ بها ونيا درست مروف أن يتبدأ في بيجيتا بجا نبس بو نفيجي يا ربي من يتبكي نفيجي فلانة نبس نفيجي هر تشكي هبيتا
أنية بدافع چونكي جهة بدله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها چونكي پیغمبري عليه الصلاة والسلام أنية بدافع نئينوية وأمش پیغمبري عليه الصلاة والسلام باشترنين ولم يرد ونهاتيا أن أحدا من أصحابه فعل ذلك كو ايك الصحابي جي أنية بدافع قد بيتا نهاتيا لو ما جي مروف جي وكي وانا چونكي مدينة شوانا ورگتي ام جي أنية دافينا بجن بلكي دلتا داده هبيتا اجبرند جي جهه أنية دلهم بجين بونو مناتش مالات ينويجا ايوار بري بينا كيمانا تهات ينويجا ايوار و تتزانه تو هات ينويجا ايوار و تتأكيد زانه او نويجا ايوار بس السر نويجه تبخلتي و قوت يا ربي من يتبكم نويجا نيفرو 4 ركعات و تنويجا خاكر نویجه تا درسته نه و بطاله بو چیا درسته؟ چونکی جهه انیت دله و آزمان چه حسیب بونه تکرن و حالته هنه ده اجبرن ده جیم بشین ها اف گوتنه هنه و آزمان ده شکل زیده هاو جای بینینه اما او دلته ده و ده اکسر بجه الله اکبر و خلاص الحمد لله رب العالمين